يعني انا والله ما كنتش عايز ارد على عبد الناصر، بس كمية التدليس اللي في الفيديو اجبرتني ان انا ارد. تعالى مع بعض نسمع الفيديو اللي عبد الناصر عمله وشوف بقى ردي على عبد الناصر. ادي دقني اهي، ادي دقني اهي. لو ما اتفلقناش من السعوديه بعد شويه، يعني هو من الواضح كده ان يعني كابتن حسام حسن مش هيجيبها لبره. ذمتك يا كابتن حسام، ده تشكيل يرضي ربنا؟ يعني ده منظر تشكيل؟ هو انت كان طموحك تدرب الاهلي مش منتخب مصر؟ فانت اللي هو يعني يلا بقى اي حاجه وخلاص. يعني انا قسما بالله ولا بحب ادخل اهلي وزمالك في منتخب مصر، اكيد باين انك ما بتدخلش اهلي وزمالك في المنتخب. بس بجد ده مش عدل. طبعا. اسلام عيسى ايه وزيزو ايه وياسر وزيزو ابراهيم ايه وزيزو ايه ايه القرف اللي طبعا. انت عامله في التشكيل ده؟ قسما بالله ما في مدرب جه درب منتخب مصر وعمل عبثيات في التشكيل وكرهني في المنتخب. عبد الناصر في الفيديو اللي فات زعلان او بيتريق ان انا معترض على لعيبه الاهلي اللي موجوده في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر، وشايف ان كلامي مضحك وغريب والمفروض ان انا ابقى مبسوط مثلا. طب ما تيجي بقى نشوف عبد الناصر من كام يوم بالظبط قال ايه على نفس اللعيبه اللي انا كنت معترض ان هم موجودين في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر. شويه عيال لابسين تيشيرتات النادي الاهلي والله العظيم هزقونا معاهم، والله هزقونا معاهم باللي بيعملوه ده. اقسم بالله جيل لازم يتسلح كله، جيل خلقنا وكليته لاعب والله. سلح بقى فرقه المليار وفرقه المليون واللعيبه اللي ملهاش لازمه دي كلها، غور كل واحد فيهم في اي داهيه ومشيني. مش عايز اشوف وشهم تاني خلاص، انا مش عايز اشوف وش اللعيبه دي تاني في النادي. لعيبه قسما بالله هزقت. ده كلام عبد الناصر على زيزو وعلى امام وعلى مروان وعلى ياسر ابراهيم وعلى لعيبه الاهلي اللي جرست وفضحت الاهلي في افريقيا من اقل من اسبوعين. عبد الناصر شايف ان ده جيل عره وجيل مش رجاله وجيل لازم يتسرح وجيل مش عايز يشوفهم تاني. وده واحد اهلاوي، يعني عبد الناصر واحد اهلاوي بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي. فطبيعي انا كشخص زملكاوي لما الاقي عبد الناصر الاهلاوي المتعصب الكبير بيتكلم على لعيبه الاهلي كده وشايف ان هم لعيبه مش رجاله ومش قد المسؤوليه ولعيبه فضحوا النادي الاهلي، فطبيعي ان انا لما الاقي اللعيبه دي بتلعب اساسيه في منتخب مصر طبيعي ان انا اعترض، طبيعي ان انا انفعل، طبيعي ان انا اطلع اقول ازاي اللعيبه دي بتلعب اساسيه في منتخب مصر واللعيبه دي جمهور الاهلي اصلا غضبان عليها ومش راضي عنها. فكان طبيعي ومن المنطقي ان انا اطلع اعترض على التشكيله وشايف ان في لعيبه تانية ارجل موجوده تستحق ان هي تكون موجوده اساسيه. ولكن كلنا اتفاجئنا من اداء اللعيبه في المباراه وقلنا ان اللعيبه عملت مباراه كبيره على عكس العادي والمتوقع الفترة الأخيرة. اللعيبة دي كأسماء أكيد كأسماء كويسة، لكن بالنسبة للفترة الأخيرة كلنا اتفاجئنا. أتوقع عبد الناصر ذات نفسه اتفاجئ بناء على الكلام اللي قاله الفترة الأخيرة بناء على مستوى الأهلي. وسبحان الله عبد الناصر مجرد بس ما اللعيبة